الفيديو الجديد اللي معانا النهاردة هنشوف ازاي نقدر نطور البوب بتاعنا بدل ما هو بيستقبل مننا تكست بس. لا، احنا الاول هنخليه يستقبل مننا صوت كمان، فهيقدر يتعامل مع سواء اليوزر او البوب بتاعنا بعت له تكست او بعت له فويس. خلينا الاول نشوف ازاي لو بعت فويس ايه اللي بيحصل. فنيجي نعمل هنا تيست، نعمل ان اكتف من هنا اهوت، ونعمل تيست للورك فلو بتاعتنا، ونيجي نفتح التليجرام ونيجي هنا السلام عليكم. ممتاز جدا. هلاقي ان فعلا هنا التريجر تم، وهنا جالنا فايل اي دي بالشكل دوت. طيب، جميل جدا. يبقى احنا اول حاجة هنحتاجها نروح للتليجرام ونروح نعمل نجيت الفايل اللي هو الفايل بتاع الصوت ذات نفسه. هنديله هنا الفايل اي دي بتاعنا ونعمل تيست للخطوة ديت. هنا بقى معانا الفايل اللي هو بيتبعت في الشات بتاع التليجرام. طب تمام، انا عايز احول الصوت دوت لتكست. عشان اقدر اعمل الكلام دوت في نوت تبع اوبن اي اي اسمها ترانسكريبت ريكورد. هنبدأ عن طريق اوبن يو اي، هنلاقي ان النوت ديت نقدر نستخدمها في ان هي بتحول لنا الفايل الفويس لتكست. تعالوا نجرب. هنيجي هنا اهوت، ضفنا النوت ديت عندنا، نقول له تيست. فعلا عملت الكلام دوت. يبقى انا عن طريق الاتنين نوت دولت بدأت ان انا اقدر اجهز البوب بتاعي. ان انا لو جيت هنا بعتله السلام عليكم، اخبارك ايه، عامل ايه. سوري، تعالى نعمل تاني تيست اهو. ماشي، هنلاقي السلام عليكم اخبارك ايه. كده هو قدر يحول الفويس لتكست. طيب، نرجع تاني. احنا لسه عندنا مشكلة. يعني انا لو جيت هنا عملت له تيست تاني وكتبت له مثلا كلمة هاي بالشكل ده، بقى في مشكلة. ان هو هنا المرة دي مفيش الفويس. طيب، يبقى ده هيخلينا نقدر نتعرف على نوت جديدة. في عندنا نوت اسمها سويتش. سويتش ديت انا بستخدمها عشان ابدا يبقى عندي اكتر من حالة للانبوت بتاعي. يعني سواء جالي تكست انا عايزه يمشي في طريق معين، او لو جالي فويس يمشي في طريق تاني. فببساطة جدا اجي هنا اقول له والله لو التكست ديت موجودة، يعني التكست مسج والتكست دي اكزيست، ساعتها هيبقى فيه ورك فلو معينة او هتبدأ تنده على مجموعة نود معينة. طب تمام، نرجع كده تاني نعمل الصوت ونشوف الصوت كان بيظهر في ايه. نقول له تيست السلام عليكم. نبص هنا اهو، هنلاقي ان هنا في عندي حاجة اسمها ام اي ام اي تايب، دي خاصة بالصوت ذات نفسه. فانا هقدر اجي هنا في السويتش اقول له اد روتين جديد اهو. قلت له والله لو جالك هنا التايب بتاعك نوع اوديو بالشكل ده، ساعتها هتبدأ تورك فلو بشكل معين. تعالي هنا اهو نعمل دي كده ونوصل دي بدي. يبقى ساعتها انا باجي هنا اقول له هتلاقوا حتى هنا كمان الرقم بتاعها ظهر، اللي هي ديت رقمها رقم واحد. لو حقق الكونديشن دوت ان هو في ملف اوديو، ساعتها هتروح هتداونلود الفايل. تعال نكتب هنا داونلود فايل، وبعد ما تداونلود الفايل هيجي هنا اهوت
يعمل تحويل للملف الصوت. تمام. وبعد كده يكمل الورك فلو. لكن هنا لو حصل ان هو جاله تكست على طول، مفترض ان هو هيبدأ يودي الكلام دوت على اي ايجنت. تعالوا نشوف اللي هيحصل. نعمل تيست الورك فلو. السلام عليكم. هنلاقي فعلا ان هو مشي في الاتجاه دوت. تعالى هنا نعمل تاني تيست للورك فلو، نقول له مثلا هنا هاي اهو. هنلاقي حصل ان هو مشي في المسار التاني كده. جميل. بس الايجنت بتاعنا مش قادر ياخد ان هو جاله هنا بشكل وجاله هنا بشكل، فانا لازم اعمل نود هنا توحد لي الشكلين دول. فانا ممكن بسيطة جدا في نود اسمها كود، هنعمل كود صغير هيساعدنا في الجزئية ديت. خلينا نمسح بس الكود ده كده اللي موجود، واجيب لكم الكود من عندنا من شات جي بي تي، او تعالوا نجيبها من انا كنت عامل هنا اهوت نسخة تانية، ونشوف الكود دوت بيشرح بالظبط ايه عبارة عن ايه. عامة انتوا هتلاقي الكود ده موجود عندنا في الديسكريبشن. تعالوا نبص الكود ده مكتوب ازاي. بسيطة جدا. الكود دوت هو شات جي بي تي هو اللي كاتبه. فبسيطة جدا هو عمل 2 فاريبل، واحد خاص بالفويس، واحد خاص بالتكست، واحد خاص بالريزلت. عملنا كده ليه؟ عشان بس شكل الريزلت بتاعنا يبقى متوحد. يعني سواء كان جات تكست او جات صوت، فانت بتحولهم هما الاتنين لتكست وتبدأ تكمل الفلو بتاعتك. فبشوف الاول والله لو الفويس اي دي دوت جاي موجود في فويس في فايل اي دي، ساعتها هتروح تجيب لي من النود اللي قبليك. لو مفيش الكلام ده انت تكست، ساعتها لا، اعرض على طول اللي موجود في التكست. تعال ندوس كده اهو، قال لي كتب لي هنا كلمة هاي. ولو انا جيت هنا اهو السلام عليكم، تعالى نعمل برضه تيست ورك فلو. ايوه اهيت، هلاقي برضه كتب لي كلمة السلام عليكم. كده يبقى انا وحدت التكست بتاعتي. نقفل دي كده، ونبدأ بعد كده نربط ده بالايجنت بتاعنا، ونمسح ده كده اهوت، ونخليه يقرا لنا من النود اللي قبليه بس. تعالوا بقى نعمل سيف ونعمل تيست الورك فلو بتاعتنا. نقول له مثلا هنا ايه، نكتب له هنا تكست السلام عليكم، رد علينا عادي. تيست سوري، تيست تاني الورك فلو بتاعتي السلام عليكم، رد برضو عليا بالصوت. كده انا خليت الشات او البوت بتاعي ابتدت امكانياته تكبر شويه، وابتدى يقدر ياخد تكست ويقدر في نفس الوقت ياخد فويس. يا رب يكون الفيديو كان كويس وواضح. لو في اي اسئله ممكن موجوده عندك في الكومنتات. لو محتاج اي حاجه ممكن تكلمني. شكرا جدا.